السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النقلة من المدرسة للجامعة من النقلات الخطيرة جدا. مفاهيمنا بتتغير تجاه حاجات كتير، بنبقى أنضج وأوعى. خلاص خرجنا من عنق الزجاجة وبقينا مسؤولين عن نفسنا. حابب أقول لكل طالب خايف من النقلة دي وحاسس إنه تايه وهو بيخوض التجربة الجديدة دي، ما تخافش، إحنا جنبك. عشان كده أنا جاي النهاردة أقول لكم على 10 نصايح صدقني لو مشيت عليهم الحياة الجامعية هتبقى لعبة تحت رجليك. عايزك تصحصح كده وتركز في الكلام الجاي كويس قوي. اول حاجة، حسن علاقتك بربنا. ما تخليش الجامعة تنسيك الهدف اللي انت مخلوق عشانه. احاول احافظ على علاقتي بربنا لان دي اللي هتساعدني اتفوق واتميز في الجامعة. ما تخليش المحاضرات او السكاشن تخليك تفوت الصلاة. لو لقيت مثلا ان الصلاة هتروح مني، استاذن واروح اصلي الاول وبعدين اكمل المحاضرة او احضر السكشن. صدقني ده اللي باقيلك. تاني حاجة، العلاقات مهمة جدا. حاول في الفترة اللي انت فيها في الجامعة تكون اصحاب وتتعرف على ناس جديدة، بس طبعا تكون علاقات حلال. مش تروح تتعرف لي على نص بنات دفعتك وتقول لي اصل بكون علاقات. طول ما العلاقات حلال وفي حدود الشرع فدوس يا معلم بقلب جامد، هتنفعك بعد كده. تالت حاجة، اهتم باللغة الانجليزية. في جامعات بتبقى اغلب الدراسة بتاعتهم بالانجليزي، ولو عايز تشتغل بره او تشتغل في شركة مالتي ناشونال فانت محتاج اللغة الانجليزية بتاعتك تكون حلوة، ودي حاجة بقى لا غنى عنها في العصر اللي احنا عايشين فيه ده. رابع حاجة، استغل وقتك صح. الوقت اللي انت رايح فيه الجامعة، لو انت في بلد بعيدا عن الجامعة مثلا، ممكن تستغله في انك تسمع بودكاست، تقرا كتاب مفيد، تسمع او تقرا قرآن. صدقني انت اولى بكل ثانية من وقتك. انا في حياتي الجامعية ضيعت وقت كتير وندمت، لان الوقت اللي بيروح ما بيرجعش. فخذ بالنصيحة دي وحافظ على الوقت عشان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه. خامس حاجة، احضر ايفنتات كتير. حاول انك لو في مؤتمر او ايفنت او اي حاجة خاصة بالمجال بتاعك احضرها. هتسمع كلام ناس اكتر خبرة منك وهتستفيد. ولو حابب خد كورسات وطور من نفسك. ولو مش عايز ده فعندك اليوتيوب، ده كنز ممكن يعلمك اي حاجة انت عايز تتعلمها. سادس حاجة، حاول تطلع بأقصى استفادة من الكلية. صحيح الكلية مش هتعلمك كل حاجة، بس العلم اللي في الكلية هيحطك على اول الطريق. فانت ذاكر واجتهد وكله هيفيدك في الاخر. وحاول تحل امتحانات سنين سابقة وتتدرب على الأسئلة، لأن الأسئلة دايما هتلاقيها بتتكرر. وحاول اللي انت تقدر تطبقه عملي من اللي انت بتذاكره طبقه، لأن الحاجة لما بتطبقها عملي بتثبت وبيبقى صعب تنساها بعد كده. سابع حاجة، اختار صحابك صح. في أنواع كتير من الناس في الجامعة، في اللي جاي عشان يفطر، وفي اللي جاي عشان يقابل حبيبته، وفي اللي جاي عشان يكمل نوم في المحاضرات. في بقى ودول قليلين اللي جايين عشان يتعلموا بجد. حاول تشوف دول وتصاحبهم عشان دول اللي هيشدوك لفوق. لكن لو انت جاي عشان تفطر او تنام في المحاضرات فخليك في بيتكم احسن. تامن حاجة، اختار حد يكون قدوة ليك. طبعا مفيش احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوة ليك في اخلاقك وتعاملاتك. بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم شوف حد من المتميزين في المجال اللي انت فيه وخليه قدوة ليك. ولو عرفت تتواصل معاه كمان في ناس بتحب الخير وممكن تساعدك توصل اللي هم وصلوا له. محدش هيتأخر عليك بس انت اسعى. تاسع حاجة، حب الكلية اللي ربنا اختارها ليك. انت خلاص دخلت الكلية دي، سواء هي دي هدفك من الاول او لا، فانت حاول تحبها. اكيد ليها مميزات. شوف واسأل وما تسمعش كلام المحبطين اللي هيقولك انت خلاص مستقبلك ضاع والكلام ده. حتى الناس اللي في كلية تجارة في منهم بيزنس من وناجحين اكتر من الدكاترة والمهندسين. 10 حاجة، ممارسة الرياضة مهمة جدا. مفيش مانع من انك تروح عن نفسك من فترة للتانية بشوية رياضة تساعدك انك تأدي بشكل احسن في الجامعة. وكمان هتحافظ على صحتك وجسمك، فالعقل السليم في الجسم السليم. اثناء ممارسة الرياضة جسمك بيفرز هرمونات زي السيروتونين، وده من الهرمونات اللي بتسبب السعادة. فانت مش بس بتحافظ على صحتك، لا ده انت كمان بتتبسط. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتسيب كومنت حلو كده تقول رأيك فيه. ومش هوصيك بقى تعمل سبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.